الواحد طول عمره يسمع ان في ممثل كوميدي، ممثل تراجيدي، لكن ان في مغني كوميدي دي كانت جديده. وده اللي اثبته لي الاخ ويجز اول ما شفت شكله وهو طالع على المسرح بتاع مهرجان الرياض بهذا الكومبليزون، قصدي بهذا الفت العجيب اللي هو كان لابسه. انا ما بقتش فاهم ده كائن فضائي نزل علينا ولا ده ايه بالظبط. ما هو العمليه هتبقى في فسكوني. الولاد لو حاولوا يقلدوك ونزلوا بالطقم العجيب اللي انت كنت نازل بيه في الشوارع هتبقى مصيب، لان هيبقى التحرش للركب. بمناسبه ركبك دي، انت لو بتلعب حبه رجلين مثلا ومبلق من تحت هتعمل فينا ايه؟ ما كنتش هتلبس حاجه اساسا اذا كانوا هم قد كده والكوارع صغننه. مش كده يا ويكس؟ ايه الاسترتش اللي انت كنت لابسه ده يا ولا؟ ده عجيب جدا. ده انت كنت خايف تستهوى من تحت عشان الهوا وكده. انا طول عمري اسمع يقول لك البلد اللي ما يعرفكش فيها شلح واطلع اجري فيها، لكن انت كده طلعت على بلد عارفينك وشلحت وجريت عادي جدا، ما عندكش مشكله. انا اول ما شفت المشهد بتاعه هو على الستيج افتكرت الله يرحمه عبد الفتاح القصري في المشهد اللي كان بيقول لك كتاكيت كتاكيت وضربت منه. ويجز فعلا ضربت منه مش كده؟ والاقي كل المواقع قاعده بتتكلم عن الاوتفيت اللي هو لابسه ان هو غالي وانه معدي 90,000 ووصل ل 100,000. مش كده؟ افرضوا ولد كان مصطلح ولا حاجه هبت منه هيصطاده وهو نازل من المطار يخطف عشان ياخد الطقم ده. هو بيغيظ الاستاذ مدحت صالح لما قال رفضك يا زماني، رفضك يا مكان، انا عايز اعيش في كوكب تاني. فنزل له بالطقم بتاع الكائنات الفضائيه قال له ادي المغنيين بتوع الكوكب التاني، خليك يا استاذ مدحت عندك يا حبيبي ابوك. انت لو مغني من المريخ مش هتنزل لابس الطقم اللي انت كنت لابسه ده. فهو حب يعبر على الكونتين والمحتوى بتاعه، فطلع لنا بالقميص اللي بالياقات بتاعت ودن المعزه عشان الاغنيه بتاعت انا جاي ارضع النونه. ما هو بعد ما يرضع النونه لازم هيكرهها، فلو قشطت الياقه الطويله دي ينفع يمسح بيها تستحمل القشط بتاع النونه. زمان المغني كان يطلع على المسرح على سنجة 10، لكن ويجز طلع كانه هو سنجة نفسه من غير 10 خالص. ما ينفعش اي جيبه موف عندك تروح مخيطها من النص وعملها لنا شورت وجاكيت مقطع وبتاع سين. ده شبه بتاع باباك، ده مش مقاسك يا ويجز. انت ليه يعني معاك فلوس ومكلف ليه ما تجيبش حاجه مقاسك؟ ليه جايب حاجه اكس لارج؟ خايف تتخن قدام مثلا فعشان يكفيك صيف وشتاء ولا ايه؟ وايه جزمه حماده بيلعب اللي هو كان لابسها البوت الاسود اللي لغايه ده؟ وايه الثقه اللي انت واقف بيها دي تاخد الصوره بتاعتك؟ البيج رامي واقف بيصور. يا اخي عيب يا اخي، روح كل لك لقمه، بر نفسك يا ويجز، يعني اصرف فلوسك في حاجه مهمه يا حبيبي. ده حتى سيمبا اهو جاله اكتئاب وقاعد نايم بقاله 24 ساعه من ساعه ما شاف الصوره بتاعتك. طب ما بالك بقى الشباب اللي في الكونسرفتوار وفي معهد الموسيقى العربيه يعملوا ايه؟ الناس دي بيتقمطوا بالثلاث اربع سنين بالبيبيونات والفيست والسموك وبتاع عشان يجيبوا بس الكارنيه بتاع النقابه. احب الاقيه طالع لابس كازارولا في دماغه ويقول لك عادي اصل هو الكائنات الفضائيه بتتواصل معاه عن طريق والاخوه المسؤولين بقى عن مهرجان الرياض. هو فلوس بتتبعتر وخلاص؟ مش كده. هو اللي معاه قرش يحيره يجيب ويجز ويطيره وسلام عليكم، وربنا يسترها علينا من الفسكونيا اللي طالعه في المجال الفني اليومين دول.